جولة في الريف المصري. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. النهارده هنعمل جولة كده في الريف المصري. هنشوف كده عباد الشمس اهو، ما شاء الله جميل جدا، والخضرة جميلة سبحان الله، والطبيعة ما شاء الله، الخضرة شكلها حلو جدا، والزرع ده معانا كده العباد اللي هو اللب السوري اهو. ودي بامية، هوريكم الزرع اللي احنا زارعينه كده في الارض. ما شاء الله الزرع بيبقى شكله حلو جدا، ومنظر كده مريح للنظر. مفيش اجمل من الطبيعة اللي ربنا خلقها، سبحان الله على الجمال. كل حاجة مزروعة في نفس المكان، وكل حاجة لها شكل مختلف، وكل حاجة لها طعم مختلف، وكلها بمية واحدة وتربة واحدة اهو. البامية واللوبيا والعباد سبحان الله، والذرة والملوخية، كل حاجة موجودة اهي. والرز، ادي الرز المصري وهو اخضر اهو، جميل جدا ما شاء الله. المنظر لوحده كفاية بيتكلم عن نفسه. وادي البتنجان وهو مزروع لسه ما طرحش. وادي الملوخية في الارض اهي، ما شاء الله جميلة ونظيفة. والفلفل الاخضر واللوبيا، ادي الفلفل اهو والشطة، وادي اللوبيا اهو هي خضرة سبحان الله، جميلة جدا. ادي اللوبيا مطلعة قرون. اللي هناك التاني الاخضر اللي مع الذرة الطويلة ديتي فول صويا. سبحان الله، كل حاجة مزروعة جنب بعضها، وكل حاجة مختلفة تماما عن بعضها خالص. ده أرض والدي الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة يا رب. اللهم اغفر له وارحمه جميع أمواتنا وأموات المسلمين جميعا يا رب. سبحان الله، والبلح كمان طرح اهو، كلها أيام والناس تاكل البلح اهو، وبدأ يحمر معانا واستوى. كل حاجة ما شاء الله في الأرض في الريف مزروعة جميلة جدا، لها طعم تاني وشكل تاني. والجوافة برضو خلاص طلعت، بس لسه خضرة كده وصغيرة اهي. الجوافة طالعة اهي. ما شاء الله، المنظر لوحده بيتكلم عن نفسه.
منظر الطبيعة حلو جدا، حاجة كده مريحة للنظر والنفس كده وتهدئة الأعصاب، تخلي الواحد كده نفسيته مرتاحة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو وصلت لغاية هنا متنسيش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكل فيديو جديد احنا بنعمله. اي وصفة جديدة، اي جولة جديدة احنا بنعملها ان شاء الله توصل لك اما تفعل الشعار بتاع الجرس. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. مع السلامة.